السلام عليكم، أنا الشيف شكري وهعمل معاكم النهاردة طرت تفاح. هنعمله بشكل جديد من عجينة السابليه. زي ما انتم شايفين شكله جميل جدا وطعمه أحلى من شكله زي ما بنقول، وإن شاء الله تجربوها وهتعجبكم لأن هي تستاهل إنكم تجربوها فعلا. وعلى بركة الله ابتدي الشغل. عندي 300 دقيق وعندي 100 سكر بودرة وبيضة وفانيليا و200 زبدة. أول حاجة هنعملها هنحط سكر البودرة 100 سكر بودرة على 300 دقيق، عليهم الفانيليا اهوت، عليهم ال200 زبدة، وهنبدأ نعجن العجينة دي. ندخل الزبدة تكون في حرارة الجو، وهندخل الزبدة في العجين ده في الدقيق ده وتبقى مفروكة كده زي الرملة الصفراء. وبعدين بعد كده احط عليها البيضة واعجن خالص. عجينة السابليه ده عجينة مهمة جدا 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 في الحلواني وللناس اللي بتشتغل في الحلواني. نعمل منها تورتات وبنعمل منها كوكيز وبنعمل منها ديسكات لحاجات كتيرة، وبنقلب بقى عادي خالص زي ما انتم شايفين لحد ما تلم بعضها. لو هي جامدة دلوقتي هنشتغل بيها على طول، لو طرية هنحطها في التلاجة اهي. هنحطها في التلاجة ربع ساعة كده واطلعها اهي. طلعت العجينة اهيت. هبدأ افرد بالسمك نص سنتي. انا بعمل طرت عادية خالص، دي خطوة بتتعمل لأي طرت بتتعمل من السابليه، ان احنا بنفرد بسمك نص سنتي اهوت، طول بعرض اهوت، على قد الفورمة بتاعتي. الفورمة اللي عندي دي 24 اهوت. ادي الفورمة اللي عندي. ممكن تعملها كبير ممكن تعملها صغير براحتك خالص زي ما تحبي. فردت سمك نص سنتي وابدأ اريح العجين في الفورمة. اريح العجين في الفورمة، وبالذات اللي هو ال- ال- طرف الفورمة يعني. ريحت العجين خلاص اهوت. مشيت عليه المردنة او بايدك، شلت الزيادة، طبعا مش هرمي حاجة. ونرجع نأكد تاني بصوابعنا كده بالراحة، تمشي على السفل بتاع الفورمة علشان يعلى معاكي. خدت انا بقى الباقي اهوت هفرده. ده اللي هو الدبري اللي طلع من الفورمة. خدته هفرده اهوت، سمك برضو نص سنتي، وهحطه في صينية وفي التلاجة. يبقى عندي فردت الطرت، عملت عجينة السابليه، بطنت منها الطرت في الفورمة، والزيادة خدتها فردتها في صينية، وهحطها في التلاجة برضو ونشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل الكريم باستري. عندي نص كيلو لبن، و75 سكر، و50 نشا، و50 دقيق، والفانيليا، والثلاث بيضات. اه اول حاجة اعملها ان انا احط نص السكر على البيض والنص التاني على اللبن، وادي الفانيليا فوق اللبن اهوت. ليه حطينا نص السكر هنا ونص السكر هنا؟ هقول لكم دلوقتي. دخلنا اللبن على النار وحطينا النشا على على البيض اهو. هبدأ ادوب النشا كده. بس عملناه كتير، واللي عايز يشوفه هسيب لكم اللينك بتاعه، عاملينه قبل كده لوحده بالتفصيل اهوت. هنحط عليها الدقيق بعد ما ضربنا النشا في البيض كويس وبقى زي السايل بالظبط. هضيف الدقيق اهوت وهقلب برضو لحد ما يبقى سايل في بعضه زي ما انتم شايفين كده اه. في الوقت ده اللبن غلي على النار. هاخد نص كمية اللبن بالظبط احطها على البيض، وارجع تاني اللبن على النار عشان يفضل في حالة الغليان اللي هو فيه اهو. بقلب البيض باللبن كويس اهوت زي ما انتم شايفين، واخش على النار بقى، انزل بيه على اللبن اللي بيغلي على النار اهو. والتقليب طبعا مستمر وبسرعة. ده الكريم بس بكل بساطة وكل سهولة اهو. اهو بيبدأ يربط معايا ويشد اهوت. الموضوع ما خدش ثواني، احسن من البودرة الجاهزة، وارخص من البودرة الجاهزة، واطعم من البودرة الجاهزة اهو. ربط خلاص. هيبدأ يطلع فقفيق كده، يبقى هو خلاص كده استوى. طلعت بيه بره النار، قلبته كويس عشان لو في تخريزة في حاجة. معلقة زبدة أو حتة زبدة
وهقلبها في الكريم باستري ده كنوع من التطعيم. طبعا الكريمة اللي هنشتغل بيها بالشكل ده مش هيبقى فيها كريم شانتيه. عندي هنا نص كيلو تفاح، 3 تفاحات، وعندي قرفة وفانيليا وسكر، 50 جرام سكر. هحط السكر بتاعنا 50 جرام سكر، وعليهم نص كيلو تفاح متقشر ومتقطع بالشكل ده اهوت. هم طلعوا 3 تفاحات اهوت. اقلبهم كويس، وعليهم القرفة والفانيليا. ولو عندك بشرة جوز الطيب بتبقى طعمها جميل جدا 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 اهوت. اخش بيهم على النار واقلب كويس لحد ما التفاح ده يدبل خالص. حطينا معاهم حتة زبدة او معلقة زيت، يا ده يا ده، شوف ايه اللي موجود عندك. واقلب الخليط ده لحد ما يدبل خالص على النار. هنشوفه دلوقتي اهو، نشف خالص اهو على النار، ما عادش فيه ميه، ويدبل كده اللي هو ايه، يمضغ يعني، يعني يدبل اهو. طلعت بيه بره النار واحطه في طبق واسيبه يبرد. عملنا الوقت عجينة السابليه وعملنا منها الفورمة بتاعتنا، وعملنا كريم باستري وبيبرد بره، وادي الخلطة بتاعتنا هنسيبها تبرد. تمام. طلعنا الطرت بتاعتنا اهيت زي ما انتم شايفين، بخرم بس خروم كده عشان ما تعلاش وهي في الفرن. عندي معلقة مربى، اي نوع مربى عندك، والتانية مش اكتر من كده خلاص، وهمشيهم في الارضية بتاعة الفرن. المربى دي بتعمل عازل ما بين الكريمة والبسكوتة بتاعة السابليه، ما تبوشهاش، تفضل الطرت ماسكة نفسها على طول، مش تيجي تشيليها تقوم مكسورة منك، لا، لا، لان بتبقى بايشة. مع النار بتكرمل وبتعمل عازل ما بينها وبين الكريمة اهو زي ما انتم شايفين. عندك رق سبونج كده حطيه في الارضيه، ما عندكيش خلاص مش مشكله. انا كان عندي رق سبونج حطيته في الارضيه زي ما انت شايفه. عندك حطيه، ما عندكيش خلاص، وبتك عليه كده بايديا بالراحه، بثبته مع المربى. لو ما عندكيش سبونج ما فيش مشكله، حط الكريمه على طول، بس وانت بتحط الكريمه راعي ان لسه في طبقه تانية فوق الكريمه، فما تكتريش الكريمه، ما تمليش كريمه قوي اهو. زي ما انتم شايفين انا بحطها بالكيس اهوت او بالمعلقه او اي حاجه عندك. البلبله بتاعت الكيس مكتومه في الكريمه، يعني عشان ما تعلاش مني الكريمه، لان بعمل حساب ان في لسه طبقات هتتحط عليها اهو. فالرق بتاع الاسبونج ده على حسب موجود عندك، لانك مش هتعملي اسبونج مخصوص علشان تاخدي منه، لا، لو عندك حطي، ما عندكيش خلاص متشكرين على كده. عندك حته كيكه ممكن تقطعيها وتحطيها، ما عندكيش خلاص هتحط الكريمه وتشتغلي اهو. بساوي الوش بتاع الكريمه اهوت بظهر المعلقه بتاعتي كده. طبعا عندك شويه مكسرات حطيهم، عندك زبيب حطيه براحتك خالص، بس الاساس بتاعه تفاح زي ما انتم شايفينه بس كده اهو. التفاح زي ما انتم شايفينه دبل، ما فيش فيه ميه خالص، مطعم بالفانيليا والقرفه. هنرشه على الوش وهنثبته بظهر المعلقه برضه زي ما انتم شايفين. الموضوع بسيط خالص، ما فيش فيه اي حاجه صعبه اهو. تمام. طلعنا حته الدبريل اللي كانت عندنا، حطيناها في الصينيه ودخلناها التلاجة. ليه دخلناها التلاجة؟ عشان تبقى جامده، اعرف اتحرك بيها اهو. شوفوا بشتغل بكل سهوله اهوت. هاخد شريط اهوت احطه على الجنب زي ما انتم شايفينه، العرض بتاعه سنتي تقريبا، والطول بتاع الفرن اهو. هاخد شريطة ثانية احطها مع الشريطة ديت في شكل تقاطع كده اهوت، ونهاية الشريطة اللي في ايدي الشمال تبقى قدام الشريطة التانية، يبقوا الاتنين على خط واحد. وهبدأ بعد كده بقى عادي خالص اقطع شرايط واحطها في
خلف خلاف اهو. ادي واحدة والتانية هتيجي عكسها من فوق اهوت، وهكمل الفورمة للاخر اهوت. كملت وقفلتها، هبدأ اشتغل الزيادة اهوت بايدي اهو، بسيطة خالص مفيش فيه اي حاجة. شلت الزيادة وده كله سابليه على بعضه، ما لزقتش حاجة في حاجة ولا دهنت حاجة ولا اي حاجة، سابليه كله على بعضه. وعلى كده على الفرن على طول على 170 درجة، ونسيبها تستوي ونشوف شكلها بعد ما استوت اهيت. معلش اتقطعت مني في المونتاج. دهنتها مربى مشمش عليها خالص، اي نوع مربى سايل عندك هتدهن الوش. وعلى كده مفيش اي حاجة تانية. دهنة المربى ديت هتمسكها كلها ببعضها، مش هتحتاج انك تدهن حاجة. وهي شكلها جميل، وفعلا مربى المشمش بتمشي معاها خالص. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.